حبايبي، انا دلوقتي رايحه بيت السلاحف. انا عايزه اقول لكم انا الوحيده اللي نزلت وصورت الضبع. معايا ناس بتخاف شويه من الحيوانات، مع ان بجد بجد الحيوانات هي اللي في الزمن ده المفروض تخاف من البني ادمين. انا دلوقتي رايحه بيت السلاحف اصور لكم من هناك. الجو حلو وفيه شمس لطيف. الاطفال بيزعجوا الحيوانات جدا جدا، بطريقه اوفر. طبعا انا انصحكم ما تيجوا افريكانو بارك، يا ريت مش في الاجازات خالص، لان الاطفال مزعجين جدا وبيبقى زحمه. بصوا ده بيت السلاحف. عمر السلحفه 80 سنه، وزنها ممكن يوصل ل 100 كيلو. نوعها سلحفاه سلكاتا افريقيا. هنتفرج دلوقتي. طبعا اعذروني لو الاطفال طبعا. ادم بقى عسل، من الاطفال اللذاذ، بيحب يعمل مغامرات. هو بيحاول ياكل السلحفه. بتعمل ايه يا ادم؟ بتعمل ايه؟ وايه اللي بتاكله ده؟ جزر؟ يعني ده هي اصلا قبل ما تاكلها فيها ساعه. كنا احنا مشينا. ودي سلحفه نايمه برضو. في واحده هنا. انت جميله خالص. شايفين السلحفه دي؟ انا هتعامل معاها بالراحه. حبيبتي انتي كيوتة خالص خالص خالص، جميلة جدا. تعالى يا يوسف. ممكن يكون دي عمرها مثلا 100 سنة. شايفين جمالها؟ طبعا الحال مش هيبقى فيه الحال طبعا لما يكون الدنيا مش زحمة بالمنظر ده. لا يعني انت قاعد عليها كده حرام. شفت طفل قاعد على ظهر السلحفة، يعني طبعا مش عارفة ازاي اهله بيسيبوه يعمل كده، بس الحمد لله لحقتها. ما تنسوش تعملوا لي طبعا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة. ياسمينة شايفين جمالهم ازاي؟ شايفين؟ يعني جميلة جدا جدا، طيبة. بس طبعا الولد اللي كان قاعد على ظهر السلحفة ده الحمد لله ان انا لحقتها. وفي هنا برضو دي جميلة مجتهدة عمالة تتحرك من بدري. انتي قاعدة لوحدك؟ زهقتي من الأطفال؟ انتي كمالة؟ انتي عسل. متنسوش لايك وسبسكرايب، اشتركوا في القناة. ياسمينة